السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور الأهلي العظيم في كل مكان، هارد لك ومبروك لنادي الزمالك. زعلان؟ زعلان، لكن لازم أقول للزمالك مبروك لأنه يستحق. قدر يستغل كل التصريحات العنجهية والغرور اللي خرج من بعض قدامى الأهلي ويحولها لدافع جديد على الدوافع اللي عنده انه يلعب بيه المباراة ويكسب. واعتقد فوزهم النهارده 90% سببه تصريح احمد بلال. ما ينفعش تقلل وتحقر من حجم المنافس بتاعك، فما بالك ان كان هذا المنافس بتاعك هو المنافس التقليدي لك على مر العصور نادي الزمالك. سبب رئيسي في اللي حصل النهارده والدوافع اللي لعب نادي الزمالك كانت تصريحات غير مسؤولة من لاعب اسمه احمد بلال. ده وجهة نظري. ده بس لا طبعا، لعيبة الاهلي وجمهور الاهلي اصابهم الغرور، والغرور نهايته وحشة. جمهور نتكلم ونقول يا جماعة خلي بالكم فرقة الزمالك برضه مهما كان نادي الزمالك يترد ويتقال لك احنا اعلى احنا اعلى احنا نعمل. كورة مش كده يا جماعة، كورة مش كده. الشعور ده اتنقل للعيبتك النهارده. هات لي لاعب في الفرقة النهارده كان في مستواه، لاعب في الفرقة النهارده كان في مستواه. ما شفتش، فيش. انا ما شفتش امام في الملعب، ما شفتش حسين الشحات، ما شفتش مروان، ما شفتش بيرستاو، انا ما شفتش حد. اللعيبه مش قادره تجول الجايه في الملعب. انا مش عارف ده ارهاق ده ولا الغرور عمل فيهم كده ولا استسهلوا الماتش ولا حصل ايه بالظبط، بس هو غرور. فرقه نازله المفترض كل المعطيات معاها ان هي اللي تكسب، لعبت مباراه سيئه جدا، وصلت لضربات الترجيح وضيعت الافضليه بتاعتها خلال المباراه انها ممكن تكسب على الورق. يعني وصلت ضربات ترجيح، وصلنا لفكره 50-50. شوف ضربات الجزاء، كابتن الفرقه واحد زي رامي ربيعه بعد ما بيجيب الضربه بتاعته بينام بيعمل كده، يعني هاخدها وانا نايم. ايه يا عم الغرور ده؟ انت بتلعب ضربات جزاء، انت بتلعب حاجه في علم الغيب. شفت الغرور وصل لحد ايه؟ شفت الغرور وصل لحد احنا نستاهل هزيمه والله. غرور وتحقير من الفرقه اللي قدامك وحاجه يعني بصراحه في منتهى القذاره. انا ما شفتش كده. بعيد عن الفنيات بقى، بعيد عن الفنيات. النهارده المسؤول عن الهزيمه دي احمد بلال، لعيبه الاهلي، محمد الشناوي، الجهاز الفني. ايه عطيته الله؟ انا مش عارف احنا تسرعنا في الحكم عليه ولا لا، بس اعتقد ان احنا محتاجين شويه عشان نحكم عليه صح. يحيى عطية الله النهارده اتسبب في الجون بتاع التعادل ومش قادر يجري طول الماتش وضيع ضربة الجزاء. هي غلطته ان هو اللعب ولا غلطة كولر اللي بدأ بيه ولا ايه بالظبط؟ مش قادر احدد. حددوا انتوا قولوا لي شايفين ايه؟ يحيى عطية الله عمل نفس اللعبة اللي عملها الشيبي في ماتشنا معاهم مع بيراميدز، كعب اتقطعت جون. يعني مفيش جهاز فني بيوقف اللعيبه تكتيكيا صح، مفيش جهاز فني بيوجه اللعيبه دي ما تتلعبش كده وتعمل كده. انت يا عم ما بتلعبش في الشارع يا عم، انت بتلعب في النادي الاهلي. اعتقد يحيى عطية الله كده عليه علامه استفهام بالنسبه لي، ومحتاج يثبت عكس اللي انا شفته منه النهارده. الناس اللي قالت عليه ساعه ماتش جروماهيا الكيني صفقه ومش صفقه، ده اول ماتش يلعبوا قدام فرقه تعتبر بتنافسك اقوى من جروماهيا وده المستوى بتاعه. انا محتاج نشوفه تاني. اعتقدش ان هي الصفقه يعني السوبر اللي احنا قلنا واو عليها، وبعض الناس هجمت علي معلول لما جبناها قلنا خلاص. ده عقاب ربنا لينا اللي بيحصل ده على فكره. والله عموما لازم الاداره تتحرك، كولر لازم يراجع نفسه.
لازم الفرقه تتمسك اكتر من كده. في حاله لا مبالاه وغرور في الفرقه، بيلعبوا كأنهم بيلعبوا في الشارع. محتاجين صفقات. اللاعب اللي هيفهم ان هو مكانه محجوز مش هيديك افضل من كده. عشان الشحات يبقى مع عاشور، الناس دي كلها فاهمه ان مفيش بديل ليها، فمش هيديك اكتر من كده. الصفقات اللي جت كلها صفقات دفاعيه، انا ما شفتهمش كمان لسه، او احنا كلنا ما شفناهمش. محتاجين وقفه مع اللعيبه دي. يستاهل اللي حصل. الغرور وحش. نادي الزمالك قدر بأقل الامكانيات انه يتفوق علينا بالدوافع اللي احنا حطيناها جواه كجمهور، بالتقليل منه والتحقير منه، باعلام اهلاوي، بلعيبه قدامى. ومحدش يقول لي لا حصل وانا دخلت في مناقشات مع ناس وهجمتني، ايوه احنا اقوى يا عم، الموضوع ما يمشيش كده. انت برضه هتلاعب نادي الزمالك. انا قلت لهم ساعتها لو في 3 4 لعيبه بس في الفرقه الموجوده دي حاليا في الفورمه بتاعتهم هيكسبونا. محدش سمع. ده جزاء الغرور، ده نتيجه الغرور. لازم وقفه مع انفسنا ومع اللعيبه، جمهور. وقفه مع كولر، مشى ديانج ومشى عبد القادر وما جابش غيرهم. طب مشيوا ليه؟ بيموت في واحد زي كهربا وانت في عز الاحتياج ليه. قفشه مستواه حاليا كان افضل من يبدا المباراه، افضل من امام. هي مش اسطمبه، هو مش عندي يا جماعه. ضيعنا ماتش، ضيعنا بطوله، بصراحه تحزن. كله عمال يقول الاهلي هيكسب، الاهلي هيكسب، الاهلي هيكسب، الاهلي اعلى، الاهلي اعلى فين؟ انا ما شفتش في الملعب اعلى. هو الاهلي كان فين النهارده؟ تعالوا نتفق، الاهلي في لعيبه عاليه، فين هم النهارده؟ طب اللي حصل ده كان نتيجه ايه؟ الغرور. كلنا مسؤولين، جمهور واعلام ولاعيبه وكله مسؤول. واتمنى يعني يكون درس ونتعلم منه. الموسم اللي هيبدا ده مش هيبقى سهل. ما جبناش صفقات واستغنينا عن لعيبه مهمه زي ديانج وعبد القادر وما جبناش حد. اللي جبناهم في خط الظهر، جبنا 2 مدافعين، واحنا اللي عليه علامه استفهام كبيره النهارده. معرفش هل هتبقى صفقه ناجحه فاشله، لكن المؤشرات كده اللي انا شفته النهارده في ماتش ببطوله وماتش مهم، ده ما ينفعش يلعب من الاهلي. ما اظهرش شخصيه النادي الاهلي، يعني ما اظهرش الشخصيه. هل لان الفرقه النهارده كلها كانت بره الفورمه؟ بره الفورمه ليه؟ غرور واستهتار واحتفال بالدوري قبل مباراه مهمه زي دي، خرج اللعيبه بره التركيز. هرجع تاني واقول مبروك لنادي الزمالك، قدر يستعد المباراه نفسيا وبدنيا ومعنويا وكل حاجه. بصراحه عملوا مباراه عاليه يستحقوا، الف مبروك. ومفيش هارد لك لعيبه الاهلي لانهم قصروا واستهتروا. حتى في ضربات الترجيح كان في سخريه وتقليل من المنافس واستهتار. مفيش هارد لك. ربنا يستر في اللي جاي. اشوفكم على خير. سلام عليكم.